السلام عليكم يا جماعه. انا في مطعم مصري بيقول على نفسه رقم واحد في ايطاليا، والله العظيم واحد مصري عمال ينزل اعلانات يكتب كده رقم واحد في ميلانو رقم واحد في ميلانو. فانا جيت له النهارده والله العظيم زي الناس، ولا قلت له حضر حاجه ولا اي حاجه خالص، وهاكل زي الناس. الاكل لو حلو هقول حلو، هو بقى يستاهل مني، وقال لي قوله اكل بمنتهى الصراحه. الاكل لو وحش يا ويله. اخبار الاكل ايه؟ والله تمام، كله تمام، وحاجه جيتس يعني وفخر من الاخر والله. بجد والله بجد والله ما تجاملش. يعني انا هو بقول لك انا اول مره اشوفك، انا اعرف حليم بس اول مره اشوفك والدنيا تمام يعني والله 10 على 10. اكل ايه؟ الاكل ده 100 100 من المطعم ده 100 100. هو ده اللي في ايطاليا كله والله. واحلى حليم واحلى حاجة ولا أحلى من كده والله، حاجة كويسة جدا يعني بامانه والله، حاجة فوق الخيال. لسه هدوء. لا كويس، دوق زي اكل ست البيت كده. فايا بانتي كله تمام. لا حاجة جميلة بصراحة. والاسعار؟ الأسعار جميلة أوي 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 يعني بصراحة. المشكله ان المطعم زحمه جدا جوه، لانه مطعم صغير، فان شاء الله ربنا يوفقه كده ويفتح حاجه كبيره. هو عنده فرعين في نفس الشارع. ده رقم 93. هندخل بقى ندوق الاكل. انا لسه ما قلتش اي حاجه، واقول لكم ايه بصراحه للناس اللي في ميلانو، والله العظيم الاكل لو حلو هو الحلو، لو مش حلو ممكن ما اعملش الفيديو اساسا. زحمه جدا يا جماعه، بس يلا بينا بقى. الترابيزه بتاعتي هناك في الاخر. هو الاكل ايه؟ تمام والله الحمد لله كله تمام الحمد لله. انت اكلت وحسبت الاسعار عامله ايه؟ الاسعار 100 100 100 100 الحمد. طبعا دلوقتي الاوردر نزل اهوت، انا ما اعرفش هنا في ايه والله، وفي رز بيسخنوا لسه هيجيبوا. ده شوربه لسان عصفور. انا بعشق البدنجان، يعني هو نازل بدنجان، يعني يلا بينا ندوق البدنجان اول حاجه. لا فنان، الدقه والليمون كل حاجه زي الفل، فنان بجد والله. الشوربه طبعا لازم ليمون. عاوز اقول لسان العصفور دايما فيه صنعه، في ناس بتعمله مهري قوي، مش اي حد بيعرف يعمله، بس بصراحه جميل 10 من 10. الرز بقى ده مش اي حد بيعرف يعمله زي بتاعنا المصري، فهندوق ونقول راينا. رز حلو قوي، الملح والكمون والتتبيله بتاعته زي الفل. طبعا الكفته مش اي حد بيعرف يعمل التتبيله بتاعتها، ولا اي حد بيعرف يسويها، لازم يكون صنايعي توب يعني. الكفته بالنسبه لي 8 من 10. طبعا في حاجات لسه السنس بتاعها ناقص كده، بس حلوه جميله مستويه زي الفل. الطبق ده ما اعرفش فيه ايه. انت كده جيت ملعبي بقى. المحشي حلو قوي قوي قوي، محشي الكرنب حلو قوي قوي، وانا من عشاق محشي الكرنب طبعا. جميله قوي قوي قوي، بس طبعا لو دخلت الفرن خدت وش كده هتكون اجمل واجمل، بس هي حلوه قوي. لا بجد 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 حلوه قوي 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 قوي. انصحك بقى بالمطعم ده بجد، اكل مصري بيتي مناسب للجميع. الاكل اسعاره كويسه جدا، مطعم صغير ولكن بيبقى زحمه طول الوقت، فانا بنصحك بجد بالمطعم ده. عاوز اقول لك كاليتي عالي جدا، الريسبي عالي جدا، الخامات حلوه قوي. طباخ بجد، طباخ بجد، واكل بيتي مش اكل محلات. اقول لك على حاجه بجد، انا كنت خايف وانا بصور ما تطلعش رقم واحد. والله يا حليم باشا اديك دقت وجربت، وان شاء الله تقول لكل اصحابك وكل حبايبك على رايك بصراحه بمنتهى الصراحه يعني. مين اللي بيعمل كميات الاكل دي كلها يوميا؟ بيتعب بجد. احنا ام محمود صاحبه المكان ده، عشان كده ده اسمه مطعم الاكل البيتي يا جماعه، مطعم الاكل البيتي. انا والله ما كنتش مصدق فعلا ان في رجاله ممكن تعمل اكل بالجمال ده. والله الحمد لله رب العالمين، احنا الحمد لله رب العالمين اول مطعم في ميلانو. يعني البراند بتاعنا ان اكنك بتاكل في البيت بالظبط. ليه؟ عشان ست البيت بنفسها هي اللي بتعمل كل حاجه. قول لي بقى العنوان فين بالظبط؟ احنا موجودين الفرعين في نفس الشارع، فيا بادوفا رقم 93، والفرع الثاني فيا بادوفا رقم 92. العنوان قدامكم على الشاشه، وعاوز اقول لكم بجد والله العظيم الاكل اللي هنا لا يعلى عليه. شابو ليك، برافو ليك بصراحه. انا كنت خايف من التجربه. حبيبي. محل شعبي صغير ولكن كاليتي عالي جدا. الحاجه بتتعمل بحب ومن ايد ست البيت ولا كلمه. شكرا جدا حبيبي الله يخليك، وتنوروا المكان ده بجد جامد جدا ان شاء الله.